السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم موضوعنا هو موضوع مهم بزاف في الحياة. الموضوع هو رأس مالك الحقيقي في هذه الدنيا هو خوتك وأسرتك، هما السند ديالك. إياك يجي نهار وتخاصم مع خوتك وتخلي القطيعة تكبر بيناتكم، ومن بعد تبع الشرع زعما وتقول هاجرتهم حيت داروا ليا وفعلوا ليا. لا صاحبي، ماشي هكذا كتمشي الأمور، ماشي هكذا كتبنى العلاقات. سول راسك سؤال بسيط: شنو غادي نربحوا في هذه الدنيا كلها؟ شحال من واحد تبعناه في الجنازة ديالو، فيهم الكبار وفيهم الصغار. الناس كيموتوا يوم بعد يوم، واليوم ولا غدا حتى حنا غادي نوصلوا. ايوا شنو غادي يبقى معنا ملي نمشيو من هذه الدنيا؟ واش ملي غادي يكفنوك غادي يبقى يبان نفك طويل، ولا غادي تبان نفس الحاره اللي كنتي كدير في الدنيا؟ لا، قدام الموت كلشي كيتساوى، ما كيبقى لا عناد لا كبر، كاين غير جنازة رجل ولا جنازة امرأة ولا جنازة طفل. الربح الحقيقي هو تربح العلاقه اللي بينك وبين خوتك. الا وصل الاداء لدرجه خطيره بزاف، الشرع عطاك حلول معقوله. تبعد شويه، دير حدود، ولكن ما تقطعش الرحم نهائيا. تقدر تسول في التليفون: السلام عليكم، لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد، كيف دايرين؟ غير كلمه زوينه كافيه. ماشي ضروري تمشي الا كانت البلاصه عامره غير بالمشاكل، ولكن الا كان المشكل بسيط غير سوء تفاهم، ما تعقداش. راه ما خصكش تقاط خوتك على امور تافهه وصغيره، حيت في الاخير العائله هي اللي كتبقى، وكل شيء في هذه الدنيا كيمشي. حافظ على خوتك وربح أسرتك، راه هذا الشيء هو الرصيد الحقيقي. سالت الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله.